السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنعمل مع بعض التوم البودر بطريقه بسيطه وسهله ومن غير مواد حافظه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا. بسم الله. انا هنا معايا توم قشرته وغسلته وصفيته، واهم حاجه لازم تكون فصوص التوم كبيره علشان تساعدنا واحنا بنقطعه. هجيب طبق، ودي المبشره اللي موجوده عندنا في كل بيت اللي بنقشر بيها البطاطس وبنقطع بيها الشيبسي. هقلبها كده وهخلي الجزء المشرشر ده لفوق والجزء اللي بنقطع بيه البطاطس الشيبسي ده لتحت، وهبدا اقطع التوم شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين، زي ما بنقطع البطاطس الشيبسي بالظبط. علشان كده قلت لكم لازم تكون فصوص التوم كبيره علشان تبقى سهل معانا واحنا بنقطعها. خلي بالك اوعي تستسهلي وتفرمي التوم في الكبه وتقولي اسهل او اسرع، ما ينفعش خالص، هيكتل منك في الفرن وما بيبقاش حلو خالص. لازم ومهم جدا نقطعه شرايح رفيعه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، زي ما بنقطع البطاطس الشيبسي بالظبط، شرايح رفيعه. لو مش متاح عندك المبشره دي هتقطعيه بالسكينه شرايح رفيعه برضو، وبيبقى سهل جدا وسريع كمان. ودي كل الكميه اللي انا عملتها. هجيب صاج وهفرد فيه ورق زبده، وهبدا افرد التوم بسمك رفيع علشان ما ياخدش معايا وقت في الفرن. هدخل التوم الفرن على الشبكه في النص على اهدى درجه حراره، يعني على اقل درجه حراره في الفرن يا جماعه، نرشه مع كده زي ما بقوله. تمام. وكل شويه هطلع التوم من الفرن وهقلبه كويس جدا لحد ما اتاكد ان التوم اتحمص كله تماما. ولو في توم لازق في ورقه الزبده، بسن السكينه او بطرف السكينه هحاول افككه زي ما انتم شايفين. ولو محتاجه ادخله الفرن تاني هدخله لحد ما يوصل معايا بالشكل ده. اسمعوا صوت القرمشه بقى. وفي كبة الخلاط هبدأ أطحن التوم. أهم حاجة يا جماعة الكبة تكون نظيفة وناشفة تماما، ما فيهاش ولا نقطة مية. ونصيحة كمان، أول ما تدخلوا التوم الفرن هتشغلوا لمبة الفرن علشان تتذكروا إنه في توم في الفرن. وكل شوية هتطلعوا التوم من الفرن وتقلبوه، وزي ما قلت لكم في أول الفيديو يا جماعة هندخل التوم على الشبكة في النص على أقل درجة حرارة. خلاص. عايزه اقول لكم على نصيحه كمان يا جماعه، اي حاجه تقدروا تعملوها في البيت يكون افضل بكتير ما تشتروها من بره، زي التوم البودر او بهارات اللحمه اللي عملناها مع بعض قبل كده. شايفين التوم لونه فاتح وجميل ازاي، ريحته كانت قلب البيت. وزي ما انتوا شفتوا معانا في الفيديو ما خدش مننا وقت خالص، خطواته بسيطه وسهله جدا. في مصفى ضيقه هبدا انخل التوم زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله هتجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات ومش هتشتروا توم من بره تاني، وكفايه انك عاملاه بايديكي. التوم اللي في المصفى ده طبعا انا مش هرميه، هشيله في برطمان واعمل منه صينيه بطاطس. وبكده نكون عملنا احلى توم بودر في البيت بمنتهى النظافه والسهوله والبساطه زي ما شفتوا معانا. وده برطمان محكم الغلق، انا غسلته وعقمته. علشان نعقم البرطمان زي ما قلت لكم قبل كده بنسخن الفرن كويس جدا ونطفيه وندخل البرطمان من غير الغطا على الشبكه ياخد سخونيه الفرن، وبكده يبقى اتعقم معانا. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.